ثلاث حاجات لو ما عرفتهمش في حياتك هتبقى بني ادم فاشل. اول حاجه ان الفرق ما بينك وما بين البني ادم الناجح مش ان هو اذكى منك، كل الموضوع ان عنده اراده اكتر منك، اراده انه يستغل جزء من وقته في اليوم، اراده انه يشتغل على نفسه في حاجه، اراده انه يبذل مجهود عشان يعمل حاجه. الاراده هي اللي هتقومك من على الكرسي وهي اللي هتخليك ناجح، هي اللي خلت صاحب عربيه الفول يبقى عنده 7 و8 فروع، وهي اللي خلت 2 شغالين نفس الشغلانه واحد احسن من واحد. تاني حاجة ودي مهمة جدا، الاصحاب اللي انت قاعد معاهم اللي طول النهار ما وراهمش غير الشكوى دول هياخدوك في طريق ضلمة. لازم الصحاب اللي موجودين حواليك تبقى ناس بتفكر تنقل نفسها في مجتمعها او في حياتها لحاجة تانية. عشان كده اختار الناس اللي حواليك، الناس اللي حواليك اللي هتديك دفعة طول ما انت موجود في مستنقع اليأس والفشل اللي انت قاعد فيه حواليك مش هتوصل للحاجة اللي انت عايزها. نقي الناس اللي تديك دفعة لقدام. تالت حاجة والأخيرة، مفيش بني آدم في الدنيا بينجح وهو مخرج ربنا بره حياته. ابعد عن أي حاجة تزعل ربنا منك.